السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم قناة ام حسن. لو عجبكم الفيديو يا جماعة والكلام اللي هنقوله، اعملوا لي لايك واعملوا لي مشاركة واشتركوا في القناة. جزاكم الله خير، وكل عام وانتم بخير. بمناسبة ايه؟ الايام المفترجة اللي احنا فيها دي، يجعل علينا وعليكم كلكم يا رب، وعلينا كلنا بالخير واليمن والبركات. بصوا بقى، دي حلة مية بتغلي اهي، حطيت فيها ايه؟ معلقه زيت. هتقولوا لي الزيت ليه؟ اقول لكم علشان لما نحط المكرونه دي تتسلق ما تلزقش في بعضها. هنعمل ايه كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بقى هي كده، احنا ما بنكسرهاش، هنسيبها كده يا جماعه لما تنزل. بصوا الزيت باين على الوش ازاي، ليه؟ عشان ما تلزقش. ومعانا هنا كيس طماطم منزلاه من الفريزر، معصجه ايه، بصل، وحط عليه معلقه توم مفروم. كل الحاجات دي من الفريزر. دي بقى كده هتنزل بقى ايه وتستوي مع نفسها. وهتشوفوا دلوقتي الطاقه اللي جايه هنعمل ايه. في طاقه جايه يا جماعه في المكرونه دي لما تتسلق هنعمل ايه. ومعايا هنا ايه، قطعتين كبده، هنشوفوا هنعملهم ازاي. هنعملها بطريقتين بس تابعونا يا جماعه. وهنا قطعتين بانيه برضو هنعملها، وهتشوفوا البانيه من غير بيض يا جماعه، البانيه الاقتصادي. هتشوفوا هنعمل ايه دلوقتي. حطيت عليه ايه، البهارات، فلفل وملح وايه وبصله. بصوا يا جماعه، ركنتها بقالها بتاع ساعه كده. بصوا الميه بتاعت البصله، الميه دي يا جماعه هنعوزها، دي كأن ايه البيض، دي اللي هتخلي الحاجه اللي هنضيفها دلوقتي. هنحط عليها ايه، ربع معلقه نشا او نص معلقه زي ما تحطي، معلقه ايه صغيره اهي. وهنحط عليها معلقه دقيق، كل حاجه يا جماعه صغيره كده. وهنحط برضو ايه، غاليه لبن اهوت. هناخد ايه عشان الحاجه تتماسك مع بعض، معلقه لبن. بصوا اهي، هنرش رشه كده او معلقه تانية اهي. ليه؟ عشان كل الخليط ده يتماسك كده مع بعضه. هنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. بصوا هقلبها كده، اقلبها كويس جدا اهو. تحس ان هي ايه بقى، فيها ماده ايه، ان هي هتخليها تمسك في ايه، في الخليط ده. هنا ايه، نشا معلقه نشا صغيره برضو اهي. ودي معلقه دقيق كبيره. ودوت ايه، بقسماط عندك في البيت، جيتار، الحاجه اللي انتوا بتحبوها. اللي بيحب شطشط يخليه ايه بالشطه، يضيف له شطه يعني، واللي ما يحبش ما يحطش براحته. دي كده دلوقتي بصوا الماده السايله فيها ازاي. دي كانك حاطين ايه يا جماعه، البصله دي لما بتتبشر بتبقى ايه، بتنزل ميه اكتر، بتبقى افضل يا جماعه. بس انا ايه ما بشرطهوش، دي بتتبشر بتبقى احلى. تفرميها. هنقلب بقى كده مع بعض وهنشوف الدنيا فيها ايه. بصوا بنفضها كده من البصل اهو. وهندخل دلوقتي على ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، على الدقيق. ادي الكفر الاولاني، شايفين مع بعض اهو، خطوه بخطوه. وبعدين الجيتار هنحط طبعا الدقيق مع النشا اهو، ضفناهم مع بعض اهو. وهنعيدها تاني الخطوه دي عشان ما كناش ضفنا النشا اهو. شايفين كل حاجه قدامكم اهيت خطوه بخطوه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز يقطع دي يا جماعه صوابع كده يقطعها، بتبقى برده جميله وبتدي كميه جميله. وبرده البطاطس تحطيها في خليط كده وتحطيها في البقسماط وتحمر برده. شايفين الطاقه بقى اللي احنا هنرجع فيها مع بعض. بصوا بقى ايه، والمكرونه اهي بصوا نزلت ازاي. الطاقه بقى اللي هنرجع مع بعض فيها دلوقتي يا جماعه. طول عمرنا بنعمل ايه، البانيه غلط. بصوا الطاسه فيها زيت يا جماعه قليل. بصوا على البارد كده اهو، لسه انا مولعه النار قدامكم دلوقتي، ربنا يكفينا شر النار. بصوا اهو الزيت بارد يا جماعه، وتوطي عليها كده عشان ما تاخدش لون بسرعه وتبقى من جوه ايه ناي. بعد ما عملنا لها ايه الكفرات بتاعتها، كفر بدقيق وكفر بالبقسماط او الجيتار او اي حاجه عندك اهو. ده البانيه ايه الاقتصادي من غير بيض يا جماعه اهو. الزيت يا جماعه يبقى على البارد اهو. هتشوفوا دلوقتي الجمال والحلاوه بتاع البانيه. هنعمل حته تاني مع بعض عبال دي ايه ما تطقطق كده. بصوا بقى النار هنعلقها ايه طقه كده كمان اهي، بس مش قوي، متوسطه اهي، متوسطه عشان ايه ما تاخدش لون بسرعه
وتبقى ايه من جوه نيه. برضه هنعمل الحته التانيه اهي قدامكم. دي ممكن كده تقطعيها، تقطعي شرايح كده وهي بالبصل كده، تحطي عليها فلفل سبايسي وفلفل رومي وكل الانواع الفلفل، وتحطي بقى وتقطعي وتحطي من غير اي حاجه. هتبقى ايه دي شاورمه البانيه اهي. شوفوا بقى بكذا فكره ازاي. البصل يا جماعه خلوا بالكم يبقى يتبشر. هنعمل برضو ايه كفر الدقيق اللي هو بالنشا. هعمل نفس الحكايه وهرجع لكم وهتشوفوا الدنيا فيها ايه. بصوا بدل ايه الزيت ينغمش ازاي. ده كده على نار متوسطه، والمكرونه هي اقلبها ونشوف الدنيا فيها ايه مع القوطه متعصجه بالبصل، وقمت راميه فيها معلقه توم، معلقه صغيره توم مفروم. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه يا جماعه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا يا حبايبي اللون بتاعها جميله ازاي. في بقى عايزينها فاتح كده، انا بعملها على البارد ازاي. فعايزينها غامق، فعايزينها فاتح كده. اللي عايز فاتح فاتح خليه فاتح كده، اللي عايز يغمقها شويه تغمقها. هيقول لك ايه لا انا عايزه مستويه، براحتكم. هنرجع بقى للطبخه بقى والسر في المكرونه. بصوا بقى سلقنا المكرونه فرفطه وحلوه ازاي. السر في ايه يا جماعه؟ البخار طالع اهو. السر في ايه؟ احنا ما حطيناهاش تحت الميه. لا السر في ايه بقى؟ في البخار ده وان هي مفرفطه كده. هقول لكم اضاءه زياده اللي هي حطينا معلقه الزيت في السلق. والطبقه التانيه بقى يا جماعه اللي هنشوفها دلوقتي قلت لكم في الطماطم. بصوا الطماطم اهي، ودي كوبايه ايه ميه من المكرونه هنضيفها كده على الطماطم اللي هي فيها ايه فيها متعصجه فيها بصل وتوم زي ما قلت لكم كده ايه في اول الفيديو. في طبقه دلوقتي دي بقى هنسيبها ايه تغلي كده. عارفين بقى كوبايه اللي هي اللي احنا حطيناها كوبايه المكرونه دي، ميه المكرونه سلق المكرونه فيها دي يا جماعه بتنقل الطعم الصلصه بتاعت المكرونه يا نهار ابيض في حته تانيه جميله. متهيئه فيها البهارات بتاعتها الفلفل الاسمر الناعم الطماطم. هنسيبها بقى تغلي كده. بصوا النار اهي عاليه اهي. لا عايزه الاكل يبقى له ريحه وطعم وجمال، وطوا النار خليها كده متوسطه وتدي وتاخد كده ايه براحتها. واللي عايز بقى هنعمل مكرونه دلوقتي بطريقتين هنشوف. اللي عايز بصلصه واللي عايز بايه تاني، بس خليكم معايا لاخر الفيديو عشان طول الفيديو في طبقات يا جماعه. وهنشوف برضو الكبده دي هنعملها ازاي. في عايزها بصوا ممكن تقطعها شرايح اتنين هنشوف دلوقتي. وديت ايه ممكن تقطعها اتنين. هنشوف دلوقتي هنعمل فيها ايه. هنطلع بقى ديت كله على البارد اهو شايفين. حاطين بقى شويه ايه بقدونس كده عشان ايه تشرب الزيت. لو ما عندكيش مناديل اهو البقدونس زي بتاع الكفته بيحطوا الكفته عليه. دي بقى اخر حته خلاص اهي كنا حاطينها اهي وعاملين لها كفرين بالدقيق والبقسماط. هنحطها برده الزيت على البارد ازاي يا دوبك منغمش بس. والباقي وكل ما بيبقى على البارد بيبقى احلى يا جماعه والله. بتطلع النتيجه جميله جميله جميله. والقرمشه اللي فيها دي جميله قوي. بصوا عامله ازاي زي ما يكون عاملينها ايه بكريسبي. والطماطم هي شغاله. هنرجع مع بعض ونشوف الكبده دلوقتي هنعمل فيها ايه. بصوا بقى يا حبايبي رجعنا مع بعض تاني بعد الطماطم اهي ما اتسبكت كويس قوي. كنا ضايفين عليها ايه بقى كوبايه الميه بتاعت سلق المكرونه. شوفوا بقى دلوقتي انا قلت اوريها لكم. هنشيل هنا ايه كده معلقتين او معلقه زي ما انت عايزه. وهنشوف دولت هنعمل بيهم ايه دلوقتي. بس خليكم معايا خليكم لاخر الفيديو عشان تشوفوا الدنيا هتبقى ايه. هنا بقى ايه بقسماط والخلطه دي. في ناس عايزين الكبده اهي بالبقسماط الجيتار ده وعليه الخلطه بتاعت ايه البانيه. دول كده عايزين برضو تحطوها على الزيت كده يكون ايه بارد مش سخن قوي. اللي عايزه كده عايزه براحته. تتفرد بقى كده وتتحط شايفين. وفي عايزها بالرده الرده. لو انت عايزاها باللون الرده دي الكبده ماشي. عايزاها تبقى فاتحه دي في معلقه دقيق بس. هي دي ايه كل الحكايه. تكوني مبهره بقى الرده ومبهره طبعا الكبده ومبهره البقسماط كل حاجه. لو الجيتار بيبقى متبهر كده ايه
دي بالرد. عايزينها فاتحه تضيفي معلقه دقيق للرد بس. شايفين المنظر؟ نحطها كده ايه، تاخد طقتها كده ايه على البارد، وزيت قليل، ما نحطش يا جماعه كتير، او معلقه زبده اللي انت عايزاه يعني تحمري بيه. يبقى الحاجه النار هاديه كده عشان ايه ما تلسوعش منك لون، وبعد كده ايه تتحرق، تبقى جوه ني. بس جيب البقسماط برضه عشان اللي عايز يدوق بالكده وكده، حته كده وحته كده براحتك. يبقى في كده وفي كده. طبعا لما تبقى بقى كميه كبيره بتعملي بقى كل اللي انت عايزاه زي ما هم عايزين. بصوا بقى البانيه شكله ده الفاتح، شوفوا جماله وحلاوته. بصوا جماله وحلاوته، ومورق جميل قوي قوي قوي. وده الغامق، اللي عايزه كده عايزه، اللي عايزه كده عايزه براحتك. اوريكم هنا كده تحت الكاميرا، تحت الاضاءه الجامده اهي. شايفين المنظر؟ ادي الفاتح وادي الغامق، اللي عايزه براحته. بصوا الطماطم بقى هنعمل ايه دلوقتي. هنحط الطماطم دي هنا، المكرونه هنا انا في مقدار على قد طبق، وارجع واقول لكم تاني ايه الطبقه التانيه اللي هعملها، وعايزين الصلصه دي في ايه، وهنشوف الكبده دي عملت ايه. بصي يا حبايبي بقى الكبده في عليها خالص النار، واطي خالص ازاي. شايفين؟ سامعين التكتكه بسيطه ازاي؟ كبده عشان تفضل طريه كده، ما تخليهاش ايه